دي بقى كيكة الشوكولاتة اللي انا انصحكم ما تجربوهاش. لا لا، مش هتنفع، مش هينفع تجربوها. عايزه اقول لكم ان انتوا اصلا لو جربتوها هتبقى ادمان بالنسبه لكم. هتبقى حاجه كده مش هتقدروا تستغنوا عنها، وهتبقوا محتاجين تعملوها كل يوم من كتر ما هي. لا، هي مش كيك، هي احلى من الجاتو، احلى من السويس رول، احلى من حاجات كتير قوي حلوه ممكن نعملها. سهله واقتصاديه وسريعه، ومكونات كلها موجوده في الرف التاني في التلاجة. هتلاقوها سريعه معاكم وهتشرفكم في اي عزومه. الاول عندي كوبايه ونص من الدقيق، كوبايه على جنب، ومعلقتين من الكاكاو. النص كوبايه التاني حطيت عليه معلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه من الملح. عندي كوبايه من اللبن، وكوبايه الا ربع من السكر، والتحليه هنا هتكون مظبوطه قوي. عندي 3 بيضات. عندي نص كوبايه من الزيت على السمنه. تقدروا تستعملوا زيت بس او سمنه بس زي ما تحبوا. في الخلاط بقى اللطيف بتاعنا، الاول هننزل بشويه من الفانيليا ستايل على البيض، وتقدروا تستعملوا فانيليا باودر او اي حاجه هتبقى حلوه قوي. نزلت بقى كده بالبيض بتاعي مع الفانيليا في الخلاط، وهنزل عليهم باللبن والسكر. الكاكاو بتاعكم علشان ما يكتلش معاكم، الناس اللي بتشتكي ان هو بيطلع ظاهر قوي في الكيك حبوب كده وما اختلطش كويس قوي لما بتخلطوا مع الدقيق، الطريقه دي هتبقى حلوه قوي، وهتوفر عليكم بقى ان انتوا تنخلوا مره واتنين وكتير قوي. نزلت على الكاكاو بقى بالسمنه والزيت بتوعي علشان يبقى قوامه كده زي قوام الشوكولاته السايحه شويه. خلطت الكلام الجميل ده كله في الخلاط تقريبا دقيقتين او 3 لحد ما بقى القوام كده هش ولطيف. نزلت عليهم بقى بأول كوباية من الدقيق، وهبدأ أقلب. بمجرد ما بتختفي بنزل بنص الكوباية اللي مع البيكنج باودر والملح. انزلوا واحدة واحدة علشان ما يكتلش معاك. في طاجن بقى بايركس ونزلت بالخليط. الطاجن بتاعنا متوسط علشان الطبقة بتاعتنا تكون عالية شوية. احنا مش عايزينها عالية قوي، ولكن المتوسط، فنقوا طاجن متوسط. هتاخد معاكم بالظبط في الفرن من 20 ل 25 دقيقة على حرارة 180، وهي على طول سخنة. هتشتغلوا فيها، مش هتستنوها تبرد ولا أي حاجة. أصلا الكيك قوامه تحفة. انتوا لو وراكم حاجة بقى وعايزين تسيبوها، هي مش هتقول لا. سبتها بقى كده ترتاح شوية وتهدى على جنب على ما نجهز الحشوة الخطيرة بتاعتي. الأول عندي 3 كوبايات من اللبن، نزلت عليهم ب3 معالق كبار من السكر، ومعلقة من بودرة الكريم شانتيه، و4 معالق من بودرة الكاسترد. هقلب الكلام ده كله على البارد كويس قوي، وهرفعه على النار لما يبقى كريمي كده زي ما شفتوه. هنسيبه يهدى بس على جنب. وكوباية لبن ومعلقة سكر ومعلقة من الكاكاو، هنخلطهم كويس قوي كده مع بعض، وكده تشريبة الكيك بتاعنا جاهز. قسمت الكيك بتاعي بقى النصين. اول نص بقى اللي هو تحت قلبته على ظهره، يعني ايه، يعني اخر الصينية بقى هو اللي فوق. سقيته بنص كوباية من التشريبة الحلوة اللي احنا عملناها، وبعدين نزلت عليهم خليط الكاستر. بصوا ساخن ازاي، يعني مش هتستنوا ولا اي حاجة. التشريبة اللي عملناها مش هتخلي الكاسترد كله يتشرب جوه الكيك، يعني ايه، يعني هيفضل محافظ على طراوته، وفي نفس الوقت شارب طبقة خفيفة كده. استنيت عليه بقى هادي كام دقيقة، او الطبقة الاولانية تماسكت يا دوب حاجة بسيطة. نزلت عليهم طبقة الكيك بتاعتي الباقية من على الوش. بصوا اللهم بارك، طالعة حلو قوي. غطوها بورقة زبدة علشان تشيل كده الطبقة الأولى بتاعة البيض، أو لو في زفارة أو أي حاجة. سقيتها بقى بنص التشريبة التاني. وعلى الوش عندي 200 جرام من الشوكولاتة وربع كوباية من المية المغلية. حطيتهم في الميكرويف تقريبا 30 ثانية، وحطيتهم على الوش يا دوب يهدوا. امسكوا بقى حتة شوكولاتة حلوة كده وبالمبشرة علشان تاخدوا شكل البشر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هتقطعوها بقى بعد ساعة ما تطلع من التلاجة، ممكن نص ساعة في الفريزر لو مستعجلين عليه. هتطلع فوق العظمة بالزيادة. هستنى رأيكم ودعمكم بتعليق حلو زي قلوبكم، ولايك كتير قوي، شير لي فيديوز حلوين، واتمنى تقولوا رأيكم. اهو صحة هنا.